اعتقد ان احنا مش هنطلع على بحيرة قارون عشان الدنيا بتمطر ثلج. اي حد بيحب ان هو يسافر بيبقى عارف انه قبل ما يروح اي مكان لازم يشوف هل الوقت ده مناسب لزيارة المكان ده او البلد دي ولا لا. وعشان كده مصر بتتميز بميزة كبيرة جدا ان هي في اي وقت في السنة هتلاقي في مكان ينفع تروحه ويكون مناسب جدا لزيارته في الوقت ده. لو انت اول مرة موجود في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتشغل جرس التنبيهات، ويلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم مرة أخرى، محمد الهادي يتحدث إليكم. فيديو النهاردة هنتكلم عن أحسن 5 أماكن تزورهم في مصر وقت الشتاء. ولكن يعني قبل ما نبدأ الفيديو خلينا كده نقول إن فيديو النهاردة برعاية انستا 360. حابب أشكرهم برضو على يعني مشاركتهم معانا في الفيديو النهارده، لان هم عاملين جيف اواي كاميرا انستا 360 1 ار، وكاميرا كمان انستا 360 1 ار برضو، موبايل سامسونج M31 ده بقى حاجه مني انا يعني، واخيرا وليس اخيرا ايفون 11. اللي مش عارف كاميرا انستا 360 فبكل بساطه هي كاميرا بتصور 360 درجه، يعني بتصور في كل الاتجاهات. يعني من الاخر تبقى ماشي ماسك الكاميرا كده، وبعد كده وانت بتمنتج الفيديو تعرف تجيب لقطه من قدام، تعرف تجيبها من الناحيه الثانيه، تعرف تجيبها من فوق، تعرف تجيبها من تحت. فكاميرا عبقريه وصورتها طبعا رهيبه، وفي نفس الوقت معاها كاميرا يعني تشتغل زي الجو برو. يعني انت ممكن تفك العدسه 360 وتركب عدسه زي الجو برو. فده يعني باختصار شرح كده مبسط عن الانستا 360 عشان لو حد كسبها. وعامه يعني خلال فيديوهات السفر اللي جايه اكيد هتشوفوني وانا بستخدم الكاميرا وهتشوفوا اللقطات بتاعتها. خلي بقى الحاجات دي على جنب ونخش على موضوع الفيديو، وهو احسن 5 مدن تقدر تزورهم وقت الشتاء من وجهه نظري خلال سفرياتي في السلسله اللي احنا عاملينها، اللي هي اللي ما شفتوش في مصر. يعني لغايه دلوقتي تقريبا عامل 18 فيديو 18 مكان مختلف جوه مصر. دايما بعد كل فيديو بينزل كان بيجي لي اسئله عن تفاصيل كتير ممكن ما تكونش موجوده في الفيديو. ايه الوقت اللي احنا نروح فيه المكان ده، المكان ده ممكن يتعمل فيه ايه، المكان ده هنروح له ازاي. ففي استفسارات كتير جدا واسئله كتيره جدا. فالنهارده احنا هنبدا ب5 مدن انا مختارهم، او 5 مناطق كمان انا مختارهم وارتبهم لكم كده علشان الوقت اللي جاي لاي حد عايز يروح في اي حته، حد جاي من بره او حد جاي من جوه. هنخش على المدن، وبعد كده في اخر الفيديو او في الكومنتات هتكتبوا لي ايه الحاجات اللي انتوا عايزينها، في حاجه معينه عايزين نتكلم فيها، مواضيع معينه، لان الفتره الجايه هيبقى فيه فيديوهات من الاستوديو بجانب فيديوهات السفر. وده علشان يبقى فيه استمراريه احسن في الفتره الجايه، لان انا طبعا ما بقدرش اكون مسافر على طول، وده لارتباطات كتير جدا في اخر الفيديو وبحكي لكم عليها. النهارده انا مختار 5 اماكن نتكلم عليهم، واول مكان هنتكلم عليه هو الاسكندريه. الاسكندريه برغم ان هي مصيف لناس كتير جدا، ولكنها مميزه جدا في الشتاء، وفي ناس بتحب تزورها في الشتاء بس. ولو سالت اسكندرانيه تحبوا ايه في اسكندريه؟ كل اسكندريه حلو، انت لو اتمشيت شويه على البحر كده متعه، تقعد لوحدك كده متعه. الشتاء اصلا لوحده في اسكندريه بيبقى احلى جو، بيبقى فيه هدوء ومفيش مصيفين ياما. بالليل حاجه روعه، بتحس كده بمتعه، الجو بيبقى هادي وحلو. والغروب حضرتك وانت واقف عند كوبري ستانلي كده وقت الغروب بتشوف المنظر، غروب الشمس في منتهى الروعه ومنتهى الجمال. فكوبري ستانلي يمشي على المغرب بالليل، تمشي عليه كده رايح جاي تكمل على الكورنيش ما تزهقش. احلى حاجه اللي في اسكندريه انك تجيب اي اكل بسيطه تطلع بيها على البحر. كبده اولا يعني حلو، وام علي كده اللي بالمكسرات، بعد كده حمص الشام كده زي الفل. الله، اسكندريه في الشتاء باشا. اسكندريه يعني الشيخ وفيق في الشتاء، طبق كسكسي كده، طبق ام علي، او بليله من عند مندوق اللبان مثلا، وسمك بقى. محتاج تاكل اكله سمك، هي دي اسكندريه بالنسبه لي في الشتاء. اسكندريه فعلا ما يتزهقش منها في الشتاء تماما. يعني انت بس ايه تتمشى على البحر كده الصبح بقى، بالليل، المغرب، في اي وقت، دي يعني حاجه لوحدها متعه رهيبه. تاني حاجه هي الاكل. لو سالت اي اسكندراني على طول اعمل ايه في اسكندريه هتلاقي بقى اوفرات اكل كتير قوي. يقول لك بقى روح كل كبده، روح كل طعميه، فول وطعميه من عند مثلا محمد احمد او من عند عم زغلول. الاسماك من عند اسامي كتير جدا يعني لا تعد ولا تحصى. وبالليل بقى ايه على الكورنيش كده والجو سقع سيكه كده وانت لابس ومتدفي، تشرب لك سحلب، تشرب لك حمص شام، بليله. في بقى اوبشنات كتير جدا واماكن كتير جدا قديمه ومن يعني قديم الازل. ولو هنتكلم بقى على السكن، فيعني انت ممكن تسكن على البحر باسعار قليله جدا، وممكن تسكن باسعار عاليه جدا. يعني ممكن تلاقي فنادق كتير طبعا تقدر تحجز عليها في اي وقت، وفي نفس الوقت في فنادق قديمه جدا زي مثلا سميراميس اللي انا كنت صورت فيه قبل كده في الفيديو. كان الليله فردين ب 300 جنيه، يعني الفرد 150 جنيه في الليله. في حاجات ارخص كمان ممكن تاجر شقه طبعا، بس يعني انا عامه دلوقتي بقيت بفضل احجز كل حاجه من على النت. فانا وانا رايح ببقى عارف انا مسافر الساعه
الساعه كام وهوصل الساعه كام وهقعد في فندق عامل ازاي وكل حاجه. الفنادق عامه ساعات ان انت تروح تحجز هناك بنفسك بيبقى ارخص شويه من ان انت تحجز اونلاين. انا بحجز عن طريق booking.com، هو ده تقريبا اكبر موقع في العالم كله، يعني بحجز عليه في كل حته، ولكن من خلال خبراتي وتجاربي يعني السنه دي في السفر ساعات كنت بروح المكان يقولوا لي انت لو كنت حجزت عن طريقنا كان يبقى ارخص. فانت ممكن تحجز على بوكينج لو انت عايز تطمن، وفي نفس الوقت ممكن تتصل بالتليفون على الفندق تسال اسعار الاوضه كام، لو لقيتها ارخص من بوكينج فايه ممكن تحجز دايركت من عندهم. تاني حاجه بقى المواصلات. طبعا المواصلات في مصر يعني منتشره بشكل رهيب، ويعني باسعار مش غاليه ان انت تركب ميكروباص مثلا وتروح من القاهره لاسكندريه، ولكن انا برضو زي ما قلت كده ايه بحب ابقى عارف كل حاجه، فانا بستخدم ابلكيشنز. فيعني مثلا في جو باص، في بلو باص، في دلوقتي سويفل، بيبقى ميكروباصات صغيره كده وليك ميعاد برضو بتروح تركب. يعني انا وانا رايح اسكندريه السفريه اللي فاتت كان الطريق ب 60 جنيه من القاهره لاسكندريه، ده لو انت راكب سويفل. الاسعار يعني قريبه من بعض. انا عامه جو باص دايما كنت بجربه في المسافات الطويله عشان هو يعني تقريبا اكتر شركه بتروح اماكن في مصر. بلو باص اسمع عنه ان هو احسن من جو باص، بس انا بصراحه ما جربتوش. كمواصلات الموضوع لذيذ وسهل، وهناك جوه اسكندريه بقى انت بتركب ميكروباص، تركب تاكسي، الاوبر هناك ارخص بكتير جدا من القاهره، معرفش ليه. فالمواصلات عامه مش حوار في اسكندريه، والسكن مش حوار في اسكندريه، والطريق جميل ولذيذ. 3 ساعات من القاهره تبقى موجود في اسكندريه برضو. فيعني كل العوامل بتقول لك تعالى اسكندريه. انا مش شايف فيها اي عيوب غير موضوع المطره، ده بقى على حسب الناس. في ناس اصلا بتحب المطره، الدنيا تمطر كده ينزل يلعب في المطره، في ناس تانية ما بتقدرش تستحمل الموضوع ده، ولكن هي دي تقريبا الحاجه الوحيده اللي ممكن في ناس تتضايق منها. بس انا في اعتقادي يعني ان اغلب الناس اللي رايحه اسكندريه في الشتاء رايحه اصلا عشان تعيش جو المطره، وان الدنيا تمطر وتبقى قاعد كده بتتدفى وقاعد في مكان هادي لغايه ما المطره تخلص. بعد شويه تلاقي المطره كلها اختفت والشوارع رجعت تاني زي الاول وزي الفل. اسكندريه بصراحه ما يتزهقش منها. وقبل ما نخش على المكان اللي بعده، يعني علشان ايه اختصر الوقت شويه في اسكندريه، انا كنت عامل فيديو قبل كده عن اسكندريه، كنت يعني عامل فيه اكتيفيتيز او رحت اماكن كتير جدا، فهسيب لكم اللينك بتاعه فوق هنا لو حد عايز بقى يتفرج على اسكندريه بالتفصيل، فممكن تشوفوا الفيديو بتاع الاسكندريه. نخش دلوقتي على المكان الثاني معانا، واحب اقول ان انا الترتيب اللي عامله ده ما يعني ملوش علاقه بالاحسن والاوحش وكده، ولكن كل واحد فينا بيحب حاجات اكتر من حاجات، فانا بقول ايه 5 اماكن مختلفه تماما عن بعض. المكان الثاني يعني مش هناخد فيه وقت كتير قوي لان هو كان لسه على القناه في الفيديوهات اللي فاتت، وهو بقى ايه ساحل البحر الاحمر. خلينا متفقين بس ان البحر الاحمر، الحاجات اللي على البحر الاحمر ملهاش اي علاقه بسينا، لان في ناس فاكره مثلا الغردقه في سينا. الغردقه مش في سينا، الغردقه دي على يعني انت لو بص على الخريطه كده تلاقي البحر الاحمر على اليمين، الغردقه على شمالها على طول، هي بص على البحر الاحمر. سهل حشيش، الجونه، مرسى علم، كل ده على ساحل البحر الاحمر لغايه العين السخنه، وبعد كده السويس. بعد كده بقى لما تخش بقى يعني فاهم فرع البحر الاحمر تخش جوه سينا اللي هي بقى ناحيه راس سدر، شرم، دهب، حاجات كتير جدا بقى جوه سينا. فخلينا بس ايه دايما الناس اللي مش واخده بالها تفصل بين الحاجات اللي على البحر الاحمر والحاجات اللي جوه سينا. البحر الاحمر بالنسبه لي اكبر ميزه فيه انه طبعا هو يعني يعتبر مشتى، لان انت بتنزل تحت، فانت طبعا كل ما بتنزل تحت كده ايه تقرب من خط الاستواء بيبقى ايه الجو احسن شويه، الجو مبقاش ساقع. الشتاء ممكن تقضيه في الحاجات اللي موجوده على البحر الاحمر. تاني حاجه الطريق حلو جدا، يعني طريق الجلاله الجديد اللي معمول ده، وبعد كده طريق الساحل بتاع الغردقه، طريق لذيذ كده ايه ما فيهوش بقى كمان كتير، تقدر تاخده كده مره واحده 5 ساعات تلاقي نفسك في الغردقه. فالطريق عامه انا اتبسطت منه، وهقول لكم يعني ليه اتبسطت منه عشان انا بقارنه بطريق تاني هنتكلم عليه كمان شويه. انا بالنسبه لي طبعا في المدن اللي انا قلتها دي الغردقه هي تيجي في الترتيب الاول، وده لعده اسباب. طبعا يعني اللي ما شافش فيديو الغردقه ممكن تتفرجوا فيه 3 فيديوهات على الغردقه، عن كل الانشطه اللي ممكن تعملها هناك، وعن ازاي الغردقه هي مش مجرد مدينه ساحليه، لا هي مدينه ساحليه وفي نفس الوقت مدينه سكنيه. فانت تقدر تروح هناك تتفسح، تسكن في فندق او تسكن في شقه عاديه، يكون عندك فاهم يعني تقدر تعيش الجو السياحي ولكن بمصاريف اقل، وتقدر في نفس الوقت تنزل السوق تشتري حاجات. فدي حاجه بتميز الغردقه جدا عن اي مكان سياحي تاني في مصر. تاني حاجه طبعا بقى الطبيعه بقى البحريه والجزر زي جزيره الجفتون وابو منقار وكل الرحلات اللي احنا رحناها في الفيديوهات اللي فاتت، دي طبعا حاجه بتميز الغردقه جدا. الجونه بالنسبه لي لما رحتها يعني انا حتى ما صورتش فيها فيديو لان انا رحتها في وقت عادي. الجونه عامه يعني من خلال بقى الزياره بتاعتي فهمت ان هي لما يكون في ايفنت او في حدث معين في الجونه قشطه هتلاقي الجونه دي بقى فيها ناس وفيها يعني جو حلو، لكن لو رحت في الوقت العادي بيكون فيها الناس اللي ساكنين فيها بس، وهم طبعا عددهم مش كبير، فهتحس دايما ان انت ماشي في مكان فاضي يعني
اشبه بمهجور. فانا الجونه بصراحه يعني ما جربتهاش اروحها وهي زحمه، ولكن وهي فاضيه هي فاضيه من الاخر، يعني هي مدينه فاضيه تماما. طبعا هي معموله يعني على اعلى مستوى كأنك عايش في اوروبا، يعني انت بتبقى ماشي فيها. انا رحت اماكن في ايطاليا كنت ماشي في الجونه دي حاسس ان انا في ايطاليا. فهي طبعا معموله حلو جدا، ولكن هي لغايه دلوقتي ما تعتبرش مأهوله بنسبه كبيره غير في وقت الايفنتات اللي موجوده. حتى المحلات اللي هناك طول السنه مثلا ممكن ما يبقوش شغالين، فاكيد الموضوع ده عامل لهم مشكله. ولكن كل الناس اللي راحوها في وقت اللي هي بتبقى فيه سيزون يعني، وده مش كتير في السنه، ده بيبقى شويه ايام كل كام شهر، بيقولوا عليها طبعا هي في الوقت ده بتكون رائعه ورهيبه. نيجي بقى عند اخر واحده وهي مرسى علم. مرسى علم طبعا من خلال سفريتي اللي فاتت انا وريتكم فيها حاجات كتير جدا وهي عجبتني جدا، ولكن لازم نبقى متفقين ان مرسى علم يعني هي للناس اللي بتحب النشاط البحريه، او انت هتروح تقعد في اوتيل ما تطلعش منه، غير ان انت تروح نشاط بحري وترجع للاوتيل تاني تقضي وقتك في الاوتيل. فده مثلا حاجه موجوده في الغردقه، فانت مش محتاج تروح مرسى علم عشان تروح تقعد في الاوتيل ما تطلعش منه. انت مرسى علم محتاج تروح علشان تنزل تعمل دايفنج، تشوف بقى حياه بحريه مش موجوده في اي حته تانية في مصر. فده المميز في مرسى علم. فلو انت مش كيف حياه بحريه ومش كيف دايفنج والكلام ده، فالغردقه اكيد احسن لك من مرسى علم، لان مرسى علم الحاجات كلها بعيده جدا عن بعض. هي نفسها بعيده اصلا 9 ساعات من القاهره. كل المميزات اللي فيها بعيدا عن الحياه البحريه هتلاقيها موجوده في الغردقه، ولكن لو عايز حياه بحريه بقى مميزه جدا فاكيد طبعا مرسى علم يكون اختيارك الاول. دلوقتي احنا كنا فوق في اسكندريه، نزلنا تحت على الغردقه، نرجع تاني بقى عند اسكندريه، وبعد اسكندريه 3 ساعات عشان تروح لغايه مرسى مطروح، وبعد مرسى مطروح تنزل 3 ساعات تحت علشان توصل عند واحد سيوه. طبعا سيوه من الاماكن يعني المختلفه جدا في مصر، وهو تقريبا اكتر مكان جالي احساس فيه كده ما حسيتوش في اي حته تانية في مصر، وهو احساس اكنك سافرت بره مصر. يعني ان انت بتروح مكان، طبعا هو السكان الاصليين لسيوه هم الامازيغ، هم دلوقتي مصريين ولكن لسه محتفظين بالثقافه بتاعتهم، والامازيغ اصلا من اقدم الثقافات والحضارات ولسه موجودين لغايه دلوقتي. يعني مثلا احنا زمان كان في الفراعنه خلاص ما بقوش موجودين، باقي الاثار بتاعتهم. كان عندك الامازيغ هم حضاره قديمه جدا وقعدوا يتوارثوا كل حاجه ولسه موجودين لغايه دلوقتي، هم نفس الناس. فان انت تروح سيوه بتشوف ناس بيتكلموا لغه مختلفه، هم طبعا بيتكلموا مصري في نفس الوقت بيتكلموا لغه امازيغيه. بتشوف نوع اكلات مختلف احنا مش متعودين عليها خالص في مصر، وهي اكلات اغلبها من الثقافه الامازيغيه. بتشوف طبعا طبيعه مختلفه تماما، يعني انت بتبقى في وسط الصحراء وحواليك كميه ميه بتنسيك ان انت جوه الصحراء، تحس ان انت قاعد على البحر. في مثلا هناك جزيره فتناس دي تبقى انت قاعد كده شايف قدامك ميه، يعني تحس ان هي يعني لغايه السماء، وانت في الاخر قاعد جوه الصحراء. في مياه سخنه، مياه كبريتيه، في مياه بارده، في عين كده فيها ميه بارده، في طبعا بحيرات الملح واللي نسبه الملوحه فيها اعلى من نسبه الملوحه في البحر الميت. فواحد سيوه هي مكان مختلف تماما عن اي مكان تاني في مصر، وطبعا هي ده وقتها بقى. يعني احنا دلوقتي السيزون بتاعها من شهر يعني اللي احنا فيه ده، او من الشهر اللي فات كمان من شهر 10 لغايه الصيف. انا السنه اللي فاتت رحتها في شهر 3 او نص 3، كان خلاص يا دوب الصيف بدا يخش، وهناك طبعا كانت بدات تحرر سنه. فالوقت اللي احنا فيه ده هو احسن وقت تروح فيه واحد سيوه. ونفس الكلام برضو انا عملت فيديو في واحد سيوه في شهر 3 اللي فات، فهسيب لكم اللينك بتاعه فوق هنا لو انت عايز تتفرج بقى على كل حاجه تقدر تعملها وانت موجود في واحد سيوه. اتفرجوا على الفيديو ده هتلاقي كل حاجه موجوده فيها بالتفصيل. نروح بقى على المكان الرابع. المكان الرابع هو شرم ودهب، او دهب وشرم، لان هما الاثنين قريبين جدا من بعض فعشان كده بربطهم ببعض. ولكن يعني مؤخرا بعد بقى ما رحت الغردقه وبعد ما سافرت اماكن كتير في مصر، بقى الدهب بالنسبه لي فيها مشكله، ان انا يعني لو هروح هناك محتاج اروح اقعد فتره، لان الطريق بقى رخم جدا. يعني انا بروح دهب اخر مره دي وصلت دهب في 14 ساعه، والطريق اصلا المفروض ياخد 7 ساعات بس. ده طبعا لان انت بتعدي من النفق وبعد كده تخش جوه سينا وتنزل لغايه ما تروح دهب. فتقريبا المره اللي فاتت وقفنا في 8 كماين، والكمين لازم الناس تنزل وتفتيش، يعني الموضوع بيبقى رخم وطريق اصلا طويل وانا ببقى نايم، فكل كمين انزل بقى اصحى علشان نقف تحت وبعدين نطلع تاني. فالموضوع يعني الطريق مش ألذ حاجه، خصوصا لو انت بالمواصلات. لو حد جاي من طياره بقى من بره مش هيحس طبعا باي حاجه، هو هينزل في مطار شرم الشيخ، هيبقى في شرم الشيخ ساعه بالظبط هيبقى في دهب، فالموضوع هيبقى لذيذ جدا. خلينا برضو متفقين ان دهب بقى عامه ليها جو، يعني ايه، انا لما بروحها كده بحس ان انا رحت جزيره ما رحتش مدينه. جزيره كده الناس كلها عايشه حياه بسيطه، تلاقي كلاب بقى كتير في كل حته متدلعه كده والناس مصاحباها، وتلاقي الناس كده ماشيه تحس ان الناس كلها يعني اسره مع بعض كده. الناس في دهب تحس كلهم شبه بعض. طبعا بعيدا عن المواسم، دايما اي مكان في المواسم والاعياد بيبقى زحمه لدرجه ان انت ممكن تتضايق، او الناس اللي هي بتحب الروقان تتضايق. ولكن دهب تروحها في اي وقت في السنه هتلاقيها كده لذيذه وفاضيه وبسيطه، تقضي اليوم على البحر وبعدين بالليل تقعدوا كده برضو الجو حلو واللمه حلوه، وناس كتير جايه قاعدين في يعني مش نوع بقى اللي هو الفنادق بقى الواو حاجه بقى 5 نجوم والكلام ده. اكيد طبعا في اماكن كده بس مش كتير،
والاغلب الناس تبقى رايحه تقعد حياه بسيطه قاعدين مع بعض، في هوستلز، في شقق رخيصه جدا للايجار. فدهب عامه تعتبر مكان ممكن تروح تقعد فيه وما تصرفش فلوس كتير، يعني تروح تصرف فلوس قليله جدا. المواصلات برضو انا عامه يعني كل تجاربي في المواصلات كانت جو باص، مش عشان هو احلى حاجه ولكن عشان يعني اتعودت كده بحجزه من موقع gobus.com وخلاص، ولكن هو السيرفيس فيه يعني مش اعلى حاجه طبعا. بس هو في ميزه انه بيودي كل حته في مصر. يعني مرسى علم لما رحت ما لقيتش غير جو باص، في حاجات تانية موجوده بس مش كل يوم. جو باص موجوده كل يوم. دهب كل الاماكن اللي رحتها دايما كان جو باص على طول. اسهل حاجه ان انا بروح الاقي حجز في ثانيه، بحجز عارف انا رايح امتى. فده بالنسبه للمواصلات. كنت عامل فيديو زمان عن دهب برضو، كنت عامل فيه ريفيو الجو باص، ما كانش احلى حاجه يعني، ما كنتش مبسوط في الاتوبيس قوي. بس في الاخر انا بروح الحاجه بالليل، يعني اروح اركب الاتوبيس بالليل مثلا الساعه 8 10 بالليل كده، علشان ايه الطريق يبقى 13 ساعه، نوصل الصبح ابدا يومي واروح على الاوتيل على طول احط حاجتي، يبقى انا بدات اليوم ايه من اوله. في ناس ما بتستحملش الموضوع ده، بس انا بالنسبه لي بستغل الوقت في السفر دايما، فبحب اعمل كده. لو هقارن بقى دهب بشرم الشيخ، فطبعا شرم الشيخ هي مدينه سياحيه كلها فنادق، ممكن طبعا يكون في شقق وكل حاجه، بس اللي هيقعد فيها مش هيتبسط. فشرم الشيخ عشان تتبسط فيها محتاج تبقى قاعد في اوتيل على البحر، عندك بقى برامج سياحيه، عندك اسعار سياحيه، فهي هتكون طبعا اغلى من دهب في الخروج عامه وفي كل حاجه. اللي ما يعرفش برضه قوي عن شرم الشيخ، فهتلاقوا في فيديو انا عامله عن شرم الشيخ بالتفصيل، وفي فيديو عامله عن دهب بالتفصيل، فابقوا خشوا اتفرجوا عليه على القناه. نخش بقى على اخر مكان معانا النهارده، وهو الاقصر واسوان. في بقى حاجه ممكن نرجع كده شويه لورا، لما كنا في مرسى علم. مرسى علم انا قلت لكم هي على ساحل البحر الاحمر تحت. من مرسى علم بقى للاقصر قريبه جدا، فانت لو موجود في مرسى علم او موجود في الاقصر تقدر تروح من هنا لهنا او من هنا لهنا تقريبا في 3 ساعات او ماكسيموم 4 ساعات. فدي ميزه حلوه جدا ان انت تقدر تاخد اجازه على مكان بحري جميل جدا، وفي نفس الوقت تروح تتفرج بقى على الاقصر اللي هي فيها كميه اثار مش موجوده في اي حته في العالم. الاقصر كمان انا قعدت فيها المره اللي فاتت لما رحت عملت تجربه البالون، هتلاقوا الفيديو بتاع البالون برده موجود، ممكن حد عايز يتفرج على تجربه البالون ان انت تبقى طاير وبتتفرج على الاقصر كلها من فوق. ساعتها قعدت في حاجه زي كامب كده، كانت الليله ب 100 جنيه او 80 جنيه، وقاعدين على النيل على طول في مكان كده ايه، هو زي هي كانت ارض زراعيه زمان عملوها كامب كده، عشش صغيره، وفي راجل كده اسمه عم احمد هو صاحب الارض، يعمل لك شاي بقى، يعمل لك بتاع، المكان كله يعني فيه اجانب وفيه ترافلرز وفيه كل حاجه، ففيها جو تاني مختلف غير الجو السياحي، لان هي فيها المنطقه الغربيه والمنطقه الشرقيه. انا للاسف ما عملتش لسه فلوج عن الحوار ده بالتفصيل، ولكن الفتره الجايه ان شاء الله هعمل فلوج بالتفصيل عن الاقصر. تعرف زمان كنا ايه نسمع الاقصر واسوان والغردقه وشرم الشيخ. طيب هو الغردقه وشرم الشيخ ما لهمش علاقه ببعض غير لو العباره شغاله، لان في زمان كان في عباره من شرم الشيخ للغردقه كانت تاخد الطريق في ساعتين، فدي حاجه قشطه يبقى الاثنين مع بعض. لكن لو مفيش العباره دي، فانت عشان توصل من الغردقه لشرم الشيخ ده انت يعني فاهم هتقعد لك مثلا 15 16 ساعه، فالاثنين ما لهمش علاقه ببعض، لان العباره طبعا دلوقتي مش شغاله بصفه دوريه. لكن بقى الاقصر واسوان الاثنين قريبين جدا من بعض، ففعلا الاقصر واسوان ينفع نحطهم مع بعض. لو انا رايح الاقصر اكيد مش هروح لغايه الاقصر وما اروحش اسوان، او العكس لو انا رايح اسوان يعني طب ما اروح الاقصر بالمره، فاهم؟ فالاثنين يعتبروا مرتبطين ببعض شويه لان هم قريبين من بعض. في قطر النوم ما بينهم، في القطر العادي ما بينهم، في الكروز النيليه اللي هي المركب اللي بياخدك زي الفندق كده ياخدك من الاقصر لاسوان، فالاثنين مرتبطين ببعض. بالنسبه لاسوان بقى انا عملت فيديو كامل طبعا عن النوبه، والميزه في اسوان هي الاسوان مش النوبه بس، عشان طبعا ايه ناس كتير من اسوان بتزعل لما نقول النوبه، مع ان هما الاثنين طبعا واحد، بس في مدينه اسوان وفي قرى نوبيه اللي هي تعتبر دلوقتي بقت سياحيه نوعا ما جنب اسوان، هما الاثنين على طول لازقين في بعض يعني. فالمدينه نفسها طبعا اسوان جميله جدا، وفي نفس الوقت النوبه بقى يعني المميز فيها طبعا ان هي بقى انت بتروح برضو تعيش جو مختلف تماما، عندهم اللغه النوبيه، عندهم اكل نوبي، فثقافه مختلفه. نفس الكلام زي سيوه، يعني الحوار ده بيبقى غني جدا ان انت تسافر سفريه تشوف فيها مناظر حلوه. النيل طبعا هناك مختلف تماما عن النيل في القاهره، هتلاقيه طالع كده فاهم فريش كده وجميل، تشوف ثقافه مختلفه وتشوف ناس مختلفه، يعني فاهم بتحس ان انت اكنك سافرت بره مصر، مش مجرد بس جوه مصر، لان انت بتشوف حاجات كتير ممكن ما بتكونش بتشوفها حواليك في اليوم العادي او في الوقت العادي. فالنوبه طبعا من احلى الاماكن اللي انا رحتها، برضو ما تعتبرش غاليه، اسعار هناك هتلاقيها كلها حاجات في اللذيذ كده، فنادق بسيطه، وانت اصلا بتروح هناك مش عايز تقعد في فندق غالي يعني، غير طبعا لو الناس عايزه كده يعني، بس اللي هيروح يقعد في فندق غالي في الاخر هينزل يروح الاماكن البسيطه عشان يحضر سهره بالليل كده نوبيه على الدف ويعيش الجو بتاعهم، لان هم طبعا ناس بسيطه اصلا، فاللي رايح يسيح هناك هيبقى عايز يعيش الجو ده. حتى لو راح قعد في فندق غالي هتلاقيه في الاخر
رايح يقعد في الاماكن اللي انت ممكن تروح تسكن فيها اصلا من الاول، تبقى قاعد في بيت كده نوبي بسيط على النيل على طول باسعار لذيذه ورخيصه. برضو نفس الكلام، بحجز كل حاجه من على booking.com. المواصلات يا اما قطر بقى، يعني انا عن نفسي قطر النوم طبعا عملت فيديو قطر النوم، بالنسبه لي كان حلو جدا ان انا بحب دايما اخد المواصله انام فيها اصحى الاقي نفسي في المكان. فانا قطر النوم ده يعني اخدته بالليل، صحيت لقيت نفسي في اسوان على طول، يعني يا دوب عشت ساعه قبل وساعه في الاخر، بس بقيت الطريق كله كنت نايم. فبالنسبه لي هم دول احسن 5 اماكن تزورهم في مصر خلال فترة الشتاء. طبعا في اماكن تانية بس انا طبعا دول يعتبروا اماكن سياحية، يعني اسكندرية هي الوحيدة تقريبا اللي ما تعتبرش منطقة سياحية، بس هي سياحية، يعني هي مدينة كبيرة طبعا ومحافظة كبيرة، ولكن في الاخر هي سياحية، لان اسكندرية من اقدم مدن العالم في التاريخ. فدول يعتبروا اماكن سياحية. في حوارات تانية بقى ممكن نتكلم عليها ومدن تانية مش سياحية ولكن برضو ينفع تزورها في الشتاء وتتبسط فيها جدا، فخليها دي في فيديو تاني. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ودعونا لا ننسى يعني ان احنا لو مش مشتركين في القناة نشترك في القناة وتشغل جرس التنبيهات وندوس لايك. وطبعا يعني الجيف اويز موجوده، مش هينفع نقفل الفيديو من غير ما نتكلم بقى، لان عندنا 2 جيف اويز. انستا 360 كانوا مدين لي الايفون والكاميرا علشان اعمل جيف اوي على القناه بتاعتهم، وانا طلبت منهم ان احنا نزود الجيف اويز شويه، فهم ادوني كاميرا كمان انستا 360، قالوا لي دي انت اعملها جيف اوي ليك انت. فساعتها انا قلت يعني اشمعنى الراجل ده هيكسب موبايل وكاميرا وده يكسب كاميرا بس؟ قلت لا، يعني احنا ايه بقى نعمل كده، ايه جايزتين محترمين، كل واحد يكسب تليفون وكاميرا، تليفون وكاميرا، وما يكسبهاش لوحده، يكسبها هو واحد صاحبه او هو واخوه، هي واخته وهي واختها، نحب بعض. فبكل بساطه عشان تكسب ايفون 11 والكاميرا انستا 360 اللي هي تقريبا قيمتها $400، هتلاقوا تحت في الديسكريبشن وفي اول كومنت لينك لفيديو على قناه انستا 360 على اليوتيوب. هم كل اللي عايزينه ان انت تعمل سبسكرايب للشانل بتاعتهم علشان تشوف الفيديوهات الجديده بتاعتهم وتشوف الكاميرا دي ممكن تعمل بيها ايه، وفي نفس الوقت تكتب كومنت محمد الهادي في الكومنتات، يعني تخش على الفيديو تعمل سبسكرايب للقناه وتكتب في الكومنت محمد الهادي، علشان بعد كده انا هخش شخصيا على الانستجرام عندي بقى، هعمل في الستوري كده سحب واخش على الفيديو بتاعهم ونختار حد من الناس اللي كاتبه محمد الهادي، ولازم طبعا يكون عامل سبسكرايب للقناه بتاعتهم علشان يكسب الايفون 11 اللي هو ده والكاميرا انستا 360 ار. فطبعا لو انت مش موجود على الانستجرام عندي مش هتعرف انت يعني كسبت ولا لا او ايه اللي حصل. فلو انت مش عندي على الانستجرام، ده الانستجرام بتاعي، خشوا عليه، واكيد طبعا في الفيديو بتاعهم لما تيجي تكتب كومنت محمد الهادي اكتب جنبيها الايميل بتاعك علشان لو كسبت اقدر اتواصل معاك، لان يعني اما هتواصل معاك عن طريق الايميل او الموبايل، بس انا مش عايز الناس تكتب موبايلاتها وفي الاخر بقى ايه الناس كلها تقعد تتصل ببعض. فكل واحد يكتب محمد الهادي في الكومنت عشان بس نعرف ان هو جاي من الفيديو بتاعي، والايميل بتاعك علشان اقدر اتواصل معاك في حاله ان انت كسبت. خش بقى على تاني جيف اواي، وهي كاميرا تانية انستا 360 1R وموبايل سامسونج M31. هتلاقوا برضو في الكومنتس تحت لينك تاني بقى لبوست على انستجرام عندي في صوره علشان المسابقه دي. المسابقه دي بقى انا طبعا بحب ايه نوع المشاركه وجو المشاركه كده زي لما عملنا المره اللي فاتت، فكل واحد فيكم هيعمل تاج لواحد صاحبه علشان انتوا الاثنين تكسبوا مع بعض، يعني واحد ياخد الموبايل وواحد ياخد الكاميرا، فما تبقاش انت لوحدك اللي تكسب انت وواحد صاحبك. فكل اللي عليكم تعملوه انتوا تخشوا على لينك البوست بتاع انستجرام وتعملوا تاج لحد من صحابكم، طبعا تكونوا عاملين فولو وهم كمان يكونوا عاملين فولو، تشوف بقى مين اللي هيكسب الايفون والكاميرا ومين اللي هيكسب الموبايل السامسونج والانستا 361. عامه يعني ما كنتش عامل حساب ان انا اعمل جيف اواي خالص، ولكن هم انستا 360 اللي كلموني قالوا لي احنا عايزين نعمل جيف اواي، هم عاملين كامبين جيف اويز، فقلت لهم يلا بينا. وفي نفس الوقت برضو يعني حاولت ان انا ايه ازود الجيف اويز شويه، عشان كده عملت واحده ثانيه عندي على انستجرام. واكيد طبعا لو هم يعني حصل عندهم تفاعل بقى كده وشغل جامد وسبسكرايب وبتاع وفولو وكل الكلام ده، نعتقد ان احنا هيبقى في تعاونات ثانيه بيني وبينهم قريب واكبر، وان شاء الله الفتره الجايه تشوفوا الشغل بتاعي بالكاميرا في الفلوجز اللي جايه. قبل ما اقفل بقى، طبعا بما انك انت وصلت للحته دي فمعنى كده ان انت يعني راجل متابع جيد وحابب تعرف معلومات اكتر، فيعني زي ما قلت في اول الفيديو كده ان انا هبدا اعمل السلسله اللي احنا شغالين فيها دلوقتي دي من الاستوديو، بس مش هيبقى الاستوديو اللي احنا فيه ده، علشان اقدر استمر اكتر، ان انا يبقى عندي مثلا سفريه في الشهر بقدر اعمل فيها 3 4 فيديوهات سفر، في نفس الوقت لما برجع ببقى شغال من الاستوديو، فعلى طول ببقى متواجد بكثره مره في الاسبوع على الاقل او مرتين في الاسبوع. الفتره دي يعني مش هقدر اسافر على طول الشهر، وده لاني بعمل حاجات كتير زي ما قلت كده مش هصور في الاستوديو ده، وده علشان في استوديو جديد. الناس اللي متابعاني على الانستجرام او اللي عارفين ان انا برضو يعني انا ونصوحي قرايب، فاحنا الاثنين كنا بنعمل استوديو، هو بيعمل الاستوديو بتاعه وانا بعمل الاستوديو بتاعي، فيعني بشكل كبير الاستوديو قرب يخلص، بعد كده هيبقى التصوير كله من هناك، حتى كمان قناه عمرو بتاعه الاكل برضو هيبقى تصوير من هناك، فاحنا عاملين استوديو كده ايه لينا كلنا هنروح نصور فيه، فعشان كده الفتره دي بجهز في الاستوديو وبنوظف ناس تشتغل وكل الكلام ده. دي اول حاجه. وتاني حاجه طبعا من زمان بقى من السنه اللي فاتت لما انا استقلت من الشغل وسبت الامارات ورجعت مصر، ناس كتير جدا انتقدتني وقالت لي انت
سبت مش عارف ايه وسبت ايه. وانا ساعتها قلت انا ناوي يعني اكبر نفسي في مجال اليوتيوب، في نفس الوقت اعمل بيزنس، وفي نفس الوقت ابقى جنب اهلي. يعني كان في اسباب كتير جدا. ففي جزء اللي هو بتاع البيزنس، وان انا من ساعتها عامه دخلت في موضوع بيزنس كده برضو. وبدانا دلوقتي يعني خلاص احنا داخلين على اسبوعين 3 ان شاء الله ان احنا عاملين ريستورنت في التجمع الخامس كبير جدا بتاع سوشي. انا برضو قرايبي وابن عمي اللي هو طلع معايا في كذا فيديو هو بيعمل سوشي. المطعم اسمه سوشيمي، وهيكون موجود في شارع 90 الشمالي في مول اسمه بولاريس. هبقى اعمل فيديو بقى فلوج كده عن الستوري بتاعت المطعم وازاي بدأناه وازاي عملناه وكده. فهو دلوقتي يعني اولموست كده ايه زي اللي انتوا شايفينه، قرب يخلص خلاص والمول قرب يفتح. فيعني كمان 3-4 اسابيع كده هتلاقوا ايه في فلوج نازل اقول لكم بقى ايه تعالوا نورونا في المطعم. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي ايه يعني واخده من وقت شويه. واخيرا وليس اخرا ان في برنامج بصوره برضو الاسبوع ده، يعني اول حلقه بصورها الاسبوع ده، في 15 حلقه برنامج هينزل على قناه ثانيه. فيعني كل المشاريع دي بجانب فيديوهات السفر، فقررت ان انا لازم يكون عندي سلسله بتتعمل من الاستوديو علشان اقدر اكون مستمر على طول وما اقطعش عنكم الفيديوهات. رب يكون فيديو النهارده عجبكم. على الفيديو ده ما تنساش تحط لايك وتكتب كومنت تقول تحب نروح فين في الفيديوهات اللي جايه السفر، وفي نفس الوقت تحب نتكلم عن مواضيع ايه في الفيديوهات بتاعت الاستوديو. لو انت ما شغلتش جرس تنبيهات شغل جرس تنبيهات. الجيف اويز ما تنسوش في تحت لينكين، لينك انستا 360 على اليوتيوب، اعملوا لهم سبسكرايب واكتبوا في الكومنت محمد الهادي والايميل بتاعكم في حاله ان انتوا كسبتوا عشان اقدر اتواصل معاكم وابعت لكم الحاجه لغايه عندكم. ولو موجودين في القاهره هقابل طبعا الشخص اللي كسب واديها له بنفسي. في نفس الوقت في لينك تاني على بوست انستجرام علشان الجيف اوي الثانيه، اعمل تاج لواحد صاحبك عشان انتوا الاثنين تكسبوا، واحد يكسب موبايل واحد يكسب كاميرا انستا 360 R1، وتكونوا متاكدين انتوا الاثنين اللي انتوا عاملين فولو على انستجرام. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.